مش اعرف ان نادي شباب المعصرة حلو بالشكل ده. انا اول مرة ادخل، شفت النهارده ندوة عاملينها المجلس القومي للمرأة، وشفت النادي كبير. هو كان الباب من ورا في اتجاه مغيره اتجاه الباب. دخلت الوقت للمسؤولة بسألها صباح الخير، عرفينا بحضرتك. محمد العراقي. مجلس شباب المعصرة، احنا شايفين ان المعصرة قرية، بس قرية ايه متفوقة شوية، لأن فيها ناس قامات وناس كبيرة وناس على درجة من الثقافة والعلم والتعليم. تقولي ايه؟ ونادي شباب المعصرة صار جدل كتير الأيام اللي فاتت، كان الباب معمول في الظهر بدل ما يتعمل في الأمام، وكان لفت نظر الناس إن النادي مش حلو. أنا الوقت أما دخلت وشفت النادي، شفت إنه واسع وجميل يقدر يتعمل فيه مشاريع وخطوبات وجواز، ويتعمل فيه كل حاجة تخطر على بالك. تقولي ايه النهارده ونادي شباب المعصرة ما شاء الله، وعلى الطريق ووراه في الخلفية على طول السجل المدني ومشاريع كلها الحيوية اللي موجودة في المعصرة موجودة في المكان. عايزين نسمع منك باستفاضة لبرنامجنا صوت الحياة أحلى كلام عن المعصرة، عشان الناس تعرف إن المعصرة مدينة ومش قرية زي ما احنا بنقول، ده مدينة، ومدينة فيها كل الناس متعلمة. ان شاء الله احنا هنعمل قاعة افراح فوق. هو لسه النادي كان قبل كده كان لسه احنا هادينه ولسه منشأ او يعني لسه معمول، واحنا ان شاء الله هنعمل قاعة افراح فوق. واحنا عندنا اصلا فريق للكاراتيه، ولسه بنعمل تطوير في قلب المكان، وهنا في كافيتيريا وفي هنا بنعمل ندوات برضه، وان شاء الله هيبقى في جديد كتير. احنا شفنا شباب المعصرة بيتجهوا لبالقاس. احنا عايزين دعوة منك ومني ومن كل واحد بيحب بالقاس وبيحب المعصرة، ان فعلا هنا يقدر يتعمل اي نشاط، بدل ما بنجري على بالقاس وانا بجري المؤتمرات في القاهرة. ممكن في الاماكن اهي، احنا شفنا الاماكن جميلة هي وكبيرة وعلى مدد الشوف واسعة، ويقدر يتعمل فيها بدل المشروع 2 و3 و10. تقولي ايه وتدعي شباب المعصرة بايه؟ ان شاء الله هو بس اللي بيأثر معانا وهي الامكانيات بس. ما احنا عندنا اللي هو فايق الذكي ما شاء الله قد الدنيا، وداخل الانتخابات وبنقول له دعوة اجري اجري يلا، وانت لسه في الاول هنقف جنبك ونساعدك وهنعمل لك الحلو كله، بس اعمل لبلدنا اللي احنا عايزينه. ان شاء الله والله هو هيبقى في جديد ان شاء الله، هيبقى في تطوير في المكان، لان هو لسه المكان لسه منشأ، لان قبل كده كان هو قديم وكان بيتعمل فيه افراح، فاحنا لسه بنعمل حاجات جديده. لا بس هم كانوا قالوا ان هو اوحش من الاول، بالعكس اتضح اما بتدخلي بتسمعي عن الشيء غير اما بتشوفيه. انا لما دخلت لقيته اجمل من الاول بكتير. لا هو الناس هي بتتكلم من بره بس، لكن هم ما دخلوش المكان عشان يشوفوه. احنا دخلنا اهو للمكان واحنا بندعي. في تأثير كمان ان مفيش موظفين، يعني مفيش الا احنا 2، هو ده برضه تأثير، وغير اللي هو الامكانيات الماديه. يا استاذه غاده، يا استاذه غاده ازيك؟ انا بقول لك من خلال البرنامج المعصرة يعتبر اكبر مركز على مستوى، اكبر قرية على مستوى بالقاس. عايزين موظفين وعايزين نشاط وعايزين حركة وعايزين المعصرة تبقى نشيطة. انا من خلال برنامجي بقول ان المعصرة فعلا بلد جميلة، وصعب انني اشوف النشاطات قليلة. احنا عايزين نشاطات كبيرة ومتعددة، وعايزين اهل بالقاس يجروا هم على المعصرة بدل ما احنا بنروح اللي بالقاس. ان شاء الله هيبقى في جديد ان شاء الله، والمكان هيبقى احسن من كده ويبقى في تطوير يا رب دايما، ويا رب زي ما احنا شفنا اهو. احنا مش عايزين مؤتمر واحد ولا مؤتمر 2 ولا دعوة واحدة ولا دعوتين، احنا عايزينها دعوة عامة لبلدنا. بلدنا فيها الواحة لمحمود عثمان ومرشح للانتخابات، وبنقول له بدل ما ترش رش هنا، الرش ببلدك اقرب واحسن. بنقول له اللي هو فايق الذكي تعالى الانتخابات الجايه عايزينك بقى، بس عايزينك بقلب حلو وجامد، وتطلع تحط كل حاجه في المعصره. الناس بتحبك. انا في المره الاولانيه وقفت وقلت فايق الذكي انسان كويس وانسان محترم. احنا عايزين دايما الثقه بين المنتخب وبين اهل المعصره. وانا دعوه انا والاستاذه ان شاء الله هيبقى في جديد ان شاء الله باذن الله، وهنحاول ان احنا نطور المكان بس وانا معاكي. ودعوه للاستاذه غاده الحمادي. يا استاذه غاده بص للمعصرة شوية. انا لما قلت لك اللي هو فيا ما بيعملش حاجة زعلت وقلت لها هيزعل. احنا عايزين الوقت بجد وبحقيقة الشغل يبقى على نور، عايزين المعصرة تبقى جميلة. هو عامل سجل مدني للمعصرة، لا وبقى حلو ورصف في المكان.
مكان برضو. لا، والحتة عامل بقت هنا الشهر حلوة. العقاري. لا هو برضو ليه برضو عامل، هو لسه جديد. المعصرة برضو جميلة وحوالي 100 مليون نسمة. ال 100 مليون نسمة دول لما يتحرموا من الخدمات صعب. ده المعصرة كل يوم في تطور، والناس اللي فيها أصلا كلهم قامات. ماشي، بس السجل المدني معمول بالجهود الذاتيه، وكل الناس عاملاه علشان خاطر اللي هو فايق، يعني ما فيش حد ده طريق تبرعات. بنقول لك هتنجح. لا. ودعوة من برنامجنا للي هو فايز لا ذكي. هو بيعمل، احنا مش هنقول ان هو مقصر، هو بيعمل كل حاجه، الخدمات اللي بتساعد اي مكان، وان بتوع اهل المعصره ما يتبهدلوش. وده اللي احنا عايزينه. عايزين بلدنا ايد في ايد وكتف على كتف، وعايزين العون. عايزين فعلا المعصرة بدل ما بتجري على بالقاس. طب ليه اجري على بالقاس وانا عندي الامكانيات هنا، وعندي المكان واسع وجميل؟ هنا اللي عايز يعمل خطوبة الترابيزات تتجمع، ونعمل في مكان منصة كده للعروسة والعريس، ونعمل حاجات حلوة في بلدنا. وزي ما هيبقى الدور التاني اللي عايز يساهم بجنيه، يساهم ب10، يساهم ب1000، يجري ويساهم. بلدنا جميلة وتستاهل مننا كلنا نجري عليها. كل سنة وانت طيب. من خلال برنامجنا صوت الحياة الإعلامية سوير يوسف، تغطية مباشرة من قلب نادي شباب المعصرة.